انهيار إبراهيم فايق على الهواء مباشرة بسبب هزيمة الأهلي من صن داونز بخماسية للمرة الثانية. إليكم التفاصيل، ولكن في البداية صلي على النبي محمد، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. خرج الإعلامي إبراهيم فايق بتصريحات نارية عبر قناة أون تايم سبورت بعد هزيمة الأهلي اليوم أمام صن داونز الجنوب إفريقي، وفتح النار على الجميع. قال فايق: ما حدث اليوم هو فضيحة بمعنى الكلمة. نادي القرن الإفريقي والممثل الأول لمصر وصاحب الأرقام القياسية لم يكن متواجدا إطلاقا في جنوب إفريقيا اليوم. الأهلي هزم بالخمسة، والخمسة أهداف أسوأ من بعض، والأسوأ من ذلك هو ما شاهدناه اليوم من لاعبي الأهلي. أول مرة في حياتي أشوف لاعيبة الأهلي في حالة الاستسلام دي. دائما الأهلي معروف بشخصيته القوية، وبعدين محدش يقول لي جودة اللعيبة والإمكانيات، أنا هجيبها لكم على بلاطة. طالما لابس تيشيرت الأهلي يبقى لازم تموت نفسك في الملعب. في أوقات جمهور الأهلي بيحتاج يشوف فيها شخصية لاعبي الأهلي. زي ما الجمهور بيطلعك السما، لازم انت كمان توريله شخصيتك في الملعب. جمهور الأهلي ما ينفعش يشوف لاعبته بيتغلبوا من صن داونز بخماسية تاني والخمسة أبوخ من بعض. اللعيبة واقفة بتتفرج في الملعب. هناك لاعبين في الأهلي يشعرون بضمان مكانهم في الملعب، وده ما ينفعش ومش موجود في أي فرقة في العالم. هناك كم من الأخطاء الدفاعية حدثت اليوم في منتهى السذاجة من لاعبي الأهلي. أخطاء من الشناوي في منتهى السذاجة، أخطاء في وسط الملعب في منتهى السذاجة. الشناوي بيتفرج على الكورة وهي داخلة جول. الشناوي حاسس إن مفيش غيره يا جماعة، وحاسس إن كده كده هيلعب أساسي. يا جماعة لعيبة الأهلي لازم تعرف إنها لما بتلعب في إفريقيا فهي بتمثل مصر مش بتمثل نفسها. اللي حصل النهاردة فضيحة مكررة من 2019. أنا النهاردة وأنا بتفرج على الماتش عمال أقول إمتى الماتش يخلص، إزاي الاستحواذ يكون 80% لصن داونز. حد يفهمني إزاي الكلام ده؟ حد يفهمني إن الشوط الأول بيخلص 3-1 والاستحواذ بيكون 72% لصن داونز. أنا آسف جدا لكل جمهور الأهلي على الكلام ده، بس أنا ما تعودتش من الأهلي على كده. أنا تعودت إن الأهلي ليه الشخصية الأقوى في إفريقيا، وبيلعب جوه على المكسب وبره على المكسب. وإلى هنا تنتهي حلقتنا، ونلقاكم بإذن الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.